هحكي لكم اخواتي عملوا فيا ايه بعد وفاة ابويا. انا مهندس حسام. ليا اخ واخت. انا اصغر واحد فيهم. ابويا كان رجل اعمال كبير قوي قوي، ليه اسمه وليه سمعته. وكان غني جدا. كنت عايش برا مصر عشان كنت بدرس هندسة برا مصر. اخواتي الاتنين، اختي واخويا الاتنين متجوزين ومخلفين. اخويا كان قاعد مع بابا في الفيلا، واختي كانت قاعدة مع جوزها. جوزها انسان مش قد كده، مش كويس قوي، مش احسن حاجة. المهم انا عشت برا مصر، خدت شهادتي، كنت ناجح جدا. اخر شهر قبل ما انزل عرفت ان بابا تعبان قوي. تعبان اللي هو بيموت بيحتضر. كان فاضل لي شهر بالظبط على الامتحانات بتاعتي. خلصت الامتحانات بسرعة ونزلت. اول ما نزلت لقيت بابا في المستشفى وكانت حالته سيئة قوي. والدكاترة قالوا لا، احنا بنتكلم في ايام يعني. المهم ما اتنقلتش من جنب بابا في الخمس ايام اللي عاشهم فيها لحد ما مات. دفنا بابا وخلاص ورجعنا تاني على الفيلا. انا طبعا كنت عايش في الفيلا اللي هي بتاعت بابا وماما، اللي اخويا عايش فيها برضه. بعد كده بعديها بشهر بدأنا نقول، المحامي بدأ يقول ان في وصية بابا كان عاملها. طيب تعالى، جبنا المحامي وقعدنا فتحنا الوصية، لقينا. طبعا استغربت، اتفاجئت. لقيت الوصية ان بابا كاتب لاخويا واختي كل حاجة، المصنع بقى والشركة والفيلا اللي هنا والفيلا اللي في الساحل والعربيات والفلوس اللي في البنك. فكان عندنا حتة ارض صغيرة قوي في البلد، هي دي الوحيدة اللي بابا كاتبها لي. فاستغربت، لقيت المحامي بيقول باشمهندس حسام، والدك ما كتبلكش للارض دي. قلت له ازاي؟ انت بتقول ايه؟ انا علاقتي ببابا كانت كويسه جدا، لاني انا اصلا انسان طيب وودود وبحب اخواتي وبحب ابويا. بالعكس، ده كانت الناس كلها بتقول لابويا، واخواتي كانوا، لدرجه ان اخواتي كانوا بيغيروا من كده. الناس كلها كانت بتقول لابويا انت بتحب حسام اكتر واحد. فاستغربت، طب ازاي بابا يعمل كده؟ فقلت لاخواتي طب انتوا فاهمين حاجه؟ قالوا لي ممكن يكون عمل كده، انت اتصرف عليك كتير قوي وانت مسافر بره، وطول عمره هو مدلعك، ممكن يكون عمل كده. خلاص هو شاف كده ان انت خدت حقك. قلت لهم الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، طب ما انتوا كمان درستوا وانتوا كمان اتعلمتوا، طيب ايه؟ قلت لهم انا والله انا مش عشان الفلوس، انا بس بتكلم ليه بابا عمل معايا كده، احسن يكون ميت وهو زعلان مني. لدرجه ان انا بدات افكر ان بابا زعلان مني. المهم خلاص رضيت وقلت لهم خلاص يا جماعه. فقلت لاخويا طيب انا ممكن انزل معاك الشركه اشتغل عادي بمرتب. وقال لي لا لا معلش مش هينفع، عشان ما يحصلش بينا مشاكل يا حسام، فيا ريت تشوف شغل بره بعيد عن الشركه. قلت له ده انا بقول لك اشتغل عندك، انت رفضت. قال لي معلش عشان تجنبا للمشاكل. قلت له طيب، طب تسمح لي اقعد في الفيلا هنا كام يوم بس عقبال ما ابيع الارض واشوف اي شقه اعيش فيها؟ قال لي لا معلش عشان المدام ومراتي وكده، وخلينا بعيد احسن، اكنك لسه مسافر يا حسام. قلت له مفيش مشكله. وبالفعل خدت هدومي ومشيت. رحت عند عمتي. عمتي دي تعتبر هي اللي مربياني، كانت حنينه عليا قوي، وكانت طول عمرها بتحبني قوي اكتر من اخواتي. خدت هدومي ورحت عند عمتي، كان عندها ابنها ايمن، كان من سني وطول عمره صاحبي جدا وقريب مني قوي. رحت عند عمتي، حكيت لها اللي حصل. عمتي قالت لي الكلام ده مش حقيقي ومش مظبوط، ومستحيل ابوك يعمل كده، ابوك انت كنت اغلى حد عنده في الدنيا، ازاي يعمل كده؟ فقلت لها ما اعرفش يا عمتي، اصل هم ما جابوش حاجه من عندهم. الوصيه مكتوب فيها كده، والوصيه اتفتحت قدامي والمحامي اللي فتحها، فهم اكيد ما لهمش ذنب. انا بعيد عن تفكيري وعن خيالي ان اخواتي ممكن يعملوا كده. انا كل اللي في دماغي بابا كان ليه وجهة نظر في اللي عمله. انا مش عارفها، بس اكيد اخواتي مش هيعملوا فيا كده. المهم عمتي طول الوقت عماله تقول لي في حاجه غلط بتحصل، انا مش فاهمها. المهم مع الوقت عمتي قالت لي انت هتعيش معايا ومع ايمن، وهنقعد مع بعض ولحد ما تشوف انت هتعمل ايه يا حبيبي وانا معاك. فقلت لها يا عمتي معلش انا بس هتقل عليكي شويه، انا عقبال ما ابيع الارض واشوف انا هعمل ايه. الارض مش هتجيب مبلغ كبير، هبيع بس الارض وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. قالت لي يا حبيبي البيت بيتك، وانت اصلا كده كده مش هتمشي من هنا. قعدت مع عمتي وقعدت مع ايمن، بعت الارض فعلا.
الارض طبعا مبلغها كان قليل جدا. ففكرت قلت لا، مش هينفع اخد شقه بالمبلغ ده، لان ما كانش هينفع افتح المشروع واخد شقه بالمبلغ ده، لان المبلغ كان صغير جدا تمن الارض. فقلت لها يا عمتي انا هتقل عليكي، هقعد معاكي فتره لحد بس اقف على رجلي واشوف انا هعمل ايه. عمتي قالت لي خلاص تمام، وقعدت انا وهي وايمن ابنها، هي ما كانش عندها غيره وكان جوزها متوفي. قعدت مع عمتي، بعت الارض، عملت الشركه، اسم بابا في السوق ساعدني طبعا، زائد نجاحي وزائد شغلي واجتهادي. في فترة قليلة قوي نجحت جدا وبقى ليا اسم جدا، وما كانش يهمني ان انا اجمع فلوس قد ما يهمني الاسم. بالفعل عملت اسم كويس قوي بنجاح، واتقيت الله قوي في شغلي. المهم، مع الوقت وفي فترة قليلة جدا، الكلام ده طبعا على فترة 3 سنين مثلا. في الفترة دي كنت بسمع ان اخويا بدأ يبيع في حاجته. انا كنت كل فترة بتصل بيهم اسأل عليهم، كانوا بيعاملوني حتى وحش في السؤال. فانا مستغرب، وفي نفس الوقت مش عايزه اتدخل ولا اقول له انت بتبيع الحاجه ليه ولا اي حاجه. انا كان كل اللي عليا ان انا اما اتصل بيه اقول له طب انت محتاج حاجه بس. فعرفت ان اخويا ابنه جاله كانسر وتعب جدا. اخويا تقريبا خلص كل ورثه على ابنه، على علاج ابنه. ابنه كان تعبان قوي وفي حاله سيئه جدا، وطبعا ده ابنه فصرف عليه كل حاجه. في نفس الفترة كان جوز أختي، أنا قلت لكم إن هو حد مش أحسن حاجة، نصب عليها وأخد فلوسها كلها. هو كان شوية مش كويس وأخلاقه مش كويسة، كنا طول عمرنا عارفين كده، وبتاع بنات وبتاع ستات وكده، وبيشرب. المهم نصب عليها. أختي ما بقاش حيلتها غير الشقة اللي هي عايشة فيها، عشان بابا مرضيش يكتبها باسمها، عشان جوزها ما ياخدهاش منها. وأخويا ما بقاش حيلته حاجة، نقل في شقة صغيرة جدا وعايش فيها برضه هو ومراته، وابنه لسه بيتعالج. في نفس الفترة دي كنت أنا باعلى جدا، وربنا كرمني قوي لدرجة إن أنا كنت مستغرب، يا رب هو معقولة كرمك يجي بالشكل ده في المدة القصيرة دي؟ في الفترة دي عمتي قالت لي أنا لازم أجوزك. كنت أنا خلاص بدأت أنجح بقى بالفعل، وخلاص بدأ يبقى معايا فلوس. عمتي قالت لي لازم أجوزك. المهم، كانت في جارتها وبنتها عايشين قدامهم. قالت لي نورة بنت كويسة وكذا كذا. قلت لها خلاص يا عمته، ما دام انت شايفة كده أنا موافق. بالفعل لقيت البنت أصلا بتحبني بقالها فترة من ساعة ما جيت من السفر، واخدة بالها مني. خطبتها وبفترة قليلة قوي، لأن الحمد لله كان ربنا كرمني اتجوزتها. عشت أنا وهي. كان في الفترة دي ابن أخويا مات، وأخويا في حالة نفسية صعبة جدا، وكل حاجة ضاعت تقريبا. كنت أنا بعلى ماديا وبعلى نفسيا، وفي استقرار وفي حياة وفي بيت وفي، عايزة أقول لكم تقريبا أنا بقيت مليونير في الفترة القليلة دي. كنت سعيد قوي بالنجاح ده، وسعيد قوي باسم بابا ان هو ساعدني. وطول الوقت لما بروح اي مكان او باخد اي مناقصة كنت بجيب اسم بابا في الموضوع. كنت دايما بمتن لبابا بكل حاجة كويسة، رغم ان انا مش فاهم هو عمل كده ليه. بعد كده بفترة، حوالي بعد ما ابن اخويا مات على طول، لقيت اخويا داخل عليا هو واختي الشركة. اتخضيت، خير مالكوا في ايه؟ انتوا كويسين؟ الحمد لله. انت كويس يا حسام؟ الحمد لله انا عايش. انتوا محتاجين حاجة؟ فاخويا قال لي محتاجين. قلت له خير اؤمر. قال لي محتاجين ان انت تسامحنا. قلت له اسامحكم على ايه؟ انا عمري قلبي ما شال منكم، انتوا اخواتي، انتوا اللي من ريحة ابويا وامي، انا عمري ما قلبي شال منكم. ولو يا سيدي على الفلوس بتروح وتيجي. قالوا لي لا، انت تسامحنا عشان احنا ما ادانكش حقك، احنا خدنا كل حاجة، ومش دي كانت وصية ابوك. احنا اتفقنا مع المحامي انه هيعمل كده، وهياخد نسبة، وهيكتب الوصية كده، وهياخد نسبة من الفلوس دي، بس يخرجك بره الورث. قلت لهم طب ليه عملتوا كده؟ انا عملت معاكم ايه؟ قالوا لي احنا كنا طول عمرنا بنغير من علاقة بابا بيك، طول عمره مدلعك وطول عمره بيحبك اكتر مننا، فاحنا خدنا الريسك ده، وقلنا ان احنا هنعمل كده. سميها طمع، سميها غيرة منك، سميها اي حاجة.
المهم ان احنا عملنا كده. اختي طبعا منهارة من العياط، واخويا بيقول لي ربنا عاقبني في ابني. انا مش طالب منك اكتر من انك تسامحني. قلت له طبعا من غير ما تقول انا خلاص سامحتكم ومش عايز منكم اي حاجة، واي حاجة حصلت انا مسامح فيها، بس انا عايز اطلب منكم طلب. اللي اللي يحتاج فيكم حاجة انا موجود جنبه. انا مش عايز اي حاجة من الدنيا غير ان انتوا تكونوا مبسوطين وان انتوا تكونوا مرتاحين. طبعا في الفترة دي جوز اختي سابها. هي ما تعرفش عنه حاجة، هو نصب عليها واخد فلوسها، هي ما تعرفش عنه حاجة. سابها. هي دلوقتي عايشة مع بنتها وابنها بس. آه، فحياتهم صعبة. تقريبا اللي هي بتصرف يا دوبك على القد. بدأت أقول لها ليكي كل شهر مني مبلغ معين، زائد اللي هتحتاجيه في أي وقت هتكلميني وهتيجي. ولو تحبي تيجي تعيشي معايا أنا ومراتي طبعا أنا هرحب جدا. كنت أنا في الوقت ده جبت بنت وولد صغير، ولد لسه مولود، وكنت عندي بنت عندها 2 سنين. اخواتي طبعا وقفت جنبهم جدا. فتحت لاخويا مشروع صغير. وانا كنت جنبه، كنت ملازمه، قلت له يلا ابدأ وانا معاك، ولو احتجت تاني واحتجت اي حاجة معاك. فتحت لاخويا مشروع واشتريت له الشقة. اختي قلت لها في اي وقت تحتاجي اي حاجة انتي هتكلميني وهتيجي على طول. بدأت احس في عينيهم. هو يعني اما حد يقول لك بعينيه انا قد ايه كنت وحش معاك وقد ايه كنت قذر معاك، انت ازاي كده وانا كده. ما فرقش معايا اي حاجة والله. انا كان فارق معايا ابويا وامي في تربتهم يبقوا راضيين عني، وكان فارق معايا انا بحب اخواتي طول عمري. انا طول عمري بني ادم ودود وبني ادم حنين. ما يهونش عليا ان انا اشوف اخواتي او ولادهم محتاجين حاجة وانا اكون مرتاح ماديا وما اقدرش اسد ده. فالحمد لله انا ربنا قدرني ان انا اقف جنب اخواتي. وفتحت لاختي مشروع صغير. على فكرة هي طلبت مشروع معين عشان افتحه لها، قالت لي كده هيكون احسن من ان انا اخد منك كل شهر، فافتح لي مشروع وانا هديره. وبالفعل فتحت لها مشروع. وبقت تديره وبقى دخلها كويس. المهم انا كنت بطمن عليهم طول الوقت، واي حد فيهم لو هيقع في حاجة او وقع في حاجة انا كنت بسنده على طول. والله ما اتخليت عنهم، وسامحتهم من قلبي. سامحتهم عشان وارد ان الشيطان يدخل بين الاخوات، وارد الشيطان يوسوس لك باي حاجة، يخليك تغير من اخوك، يخلي المال يعميك، وارد كل ده. بس هرجع واقول ربنا ما عندوش وارد. ربنا عارف مين ظالم ومين مظلوم، فعارف يدي الظالم قد ايه ويدي المظلوم قد ايه. انا بقول لكم انا من كتر كرم ربنا عليا انا كنت مستغرب، انت يا رب اكرمتني في الوقت الصغير قوي ده كده ازاي؟ انا كان في لغز انا مش فاهمه، دلوقتي انا فهمته. زعلت طبعا ان اخواتي عملوا فيا كده، من جوايا زعلت ان اخواتي عملوا فيا كده. بس كان عزائي في الموضوع ان معلش الشيطان وارد انه يعمل اي حاجة، وارد انه يوجهك اي اتجاه، وارد انه يخليك تعمل اي حاجة بعيدة عن خيال البني ادم. فانا خلاص سلمت بالامر الواقع وقلت انا مسامحهم وسامحتهم من قلبي. وعشت مع مراتي وانا متابع اخواتي طول الوقت. يعني تقريبا اذا ما كنت بروح لكل واحد فيهم اكتر من مرتين في الاسبوع. كنت بكلمهم صبح وليل كل واحد فيهم، وحتى لو هم ما اتصلوش انا اللي كنت بكلمهم اطمن عليهم. انا اللي كنت بشحت منهم كلمة احنا محتاجين حاجة، لاني انا كنت ببقى مصر ان انت لو محتاج حاجة قول، لو محتاجة حاجة قولي. وربنا قدرني ووقفت جنب اخواتي وسامحتهم بالفعل. واخواتي اتعلموا درس كبير قوي. موت ابن اخويا واختي اللي قلبها اتجرح لانها كانت بتحب جوزها جدا، وانه ينصب عليها بعد الحب ده كله وياخد فلوسها، كل ده مش شوية. فالحمد لله الدرس هم اتعلموه، والدرس
مش هقول انا اتعلمته، انا ما كانش ليا ذنب في حاجة، الدرس عرفني حاجات كتير وفهمني حاجات كتير. مش ناسي وممتن جدا لعمتي اللي وقفت جنبي والابن عمتي اللي وقف جنبي ولمراتي اللي طول الوقت كانت بتحنني على اخواتي وبتقولي معلش شيطان، معلش هم ما تعرفش ايه ظروفهم، معلش. كانت طول الوقت بتطبطب على قلبي وبتقولي ان هم، لا هم اكيد مش كده. انتوا متربيين تربية واحدة، بص انت ازاي، واكيد هم مش كده، ده شيطان وسامحهم. وطول الوقت مش معترضة ان انا بساعدهم، بالعكس. وبتروح لهم، وهي واختي صحاب جدا وهم بيجونا. والحمد لله الدنيا مشيت بالشكل اللي انا عايزه، الشكل اللي هو انا واخواتي ما نبعدش عن بعض، انا واخواتي ملناش الا بعض. كان نفسي ارجع مصر اعمل الاسره دي واعمل البيت ده انا واخواتي وولاد اخواتي ومراتي. ربنا قدرني ان انا اعمل كده، اتظلمت انا مش هنكر، بس انا مسامح. في ظلمي انا مسامح. والحمد لله على كل حال ان احنا وصلنا للحته دي، وربنا يرحم ابويا. ما ظلمنيش وما ظلمش حد، ادى كل واحد حقه. بس اخواتي اللي ظلموا، والحمد لله انا مسامح ابويا ومسامح اخواتي. وربنا يهديهم ويبعد عن اي حد الشيطان اللي ممكن يخليه يخسر اخوه، يخسر اقرب ما ليه عشان مال او عشان اي حاجه. الحمد لله على كل حال.